البهارات والأشياء الحلوة على عيونكم الحلوة من زغيب اند جو. والله البراند هذا شكله راح يخلص فلوس فهد من وقت، بس راح يسعد قلبي. أول شي مبروك افتتاح مكانهم الجديد اللي بالمنصور بالأميرات، طير لي عقلي حرفيا هذا المكان من جمال القطع المميزة والمختلفة اللي ما تشبه أي قطع موجودة بالعراق. بصراحة ستاف ياخذ العقل، القطع كلش حلوة. طبعا بصراحة اليوم هيك عجبني أكافئ نفسي وأشتري لي خاتم. قلت له فهد منو أحلى هذا لو هذا؟ قال لي والله اثنينهن حلوات. قلت له حلو، معناها اثنينهن حاخذهن. فنصيحة للرجال، إذا المرأة سألتكم منو أحلى هذا لو هذا، لا تقول اثنينهم حلوين، لأن اثنينهم حتاخذهم. فهالقطعتين اثنينهم نقعوا بقلبي، كلش حلوات. هسه حراويكم كل شي يجي وياها الفاتورة والضمان فشي كلش مرتب وحلو وراقي. شوفوا لي جمال هالقطعتين اللي لحد يلومني لأنه أغرمت بيهم حرفيا. يعني ما أدري، هذا متت عليه، يعني حسيته حيل فخم وحلو وما أدري، يعني كلش طلع حلو على إيدي. الثاني حيل حسيته ترندي أوكي، وهمن حلو روز جولد يجنن. شوفوا كلش حبيت، علي بألف عافية يا رب حبيباتي الحلوات. إن شاء الله فد يوم أروح لهم وأسوي لكم تور بالمكان اللي كلش حبيته بصراحة، وأعرفكم على القطع والمجوهرات اللي موجودة عند زغيب اند جو، لأنه صدق مميزة ما تشبه أي أحد. علي بالعافية وعقبالكم يا حبيباتي، تاخذون كل الشغلات اللي تحبوها. I love you. صباح الخير. شركة سمول مطار حقيقة أول مرة نسافر وياهم، راح نقول لكم هاي التجربة إن شاء الله اللي تكون جميلة، لكن بدايتها خير وإن شاء الله رائعة وموفقة. ابتداء حقيقة من الشباب اللي لقيناهم منتظرينا قبل حتى ما احنا نقعد من النوم، ما شاء الله عليهم، وقعدونا وطناهم الحقائب والأمور كلها تمام. وإن شاء الله راح أسوي لكم تور على المكان، وأسوي لكم أيضا تغطية على بقية التفاصيل اللي أشوفها راح تخدم المتلقي. شنو بالله ارتحت وياكم. كل إنسان بطبيعة الحال عنده فد شغلة لازم يصحصح بيها، يعني أكو ناس تصحصح بالكوفي، أكو ناس تاخذ لازم شاور، أكو ناس مثلا تسمع ميوزك يلا صحصح. أنا بالذات ما أقدر أصحصح إذا مو أحكي هواية، فما أدري، أنا هاي طبع بي، فتحملوني شوية، يمكن راح أدردش وياكم شوية مو شوية، هواية من لا أن أوصل، فشوية تحملوني. بعد تعرفون أنا من قعدت الصبح هاي طبع. يعني تخيلوا إذا صار أس بسيط أنا أرجع أخفى وأنام، إذا صار سكوت شوية أنا تخيلوا أرجع أنام يعني عادي. والطامة الكبرى إذا أنت بالزوجة شخص ما يحب يسولف الصبح، فهاي مصيبة. يعني شخص من يقعد من النوم اسم الله اسم الله اسم الله الرحمن، حبالك كفت شي صاير بالحياة، تقولون هاي شكو ايش صاير، لا ابتسامة لا ضحكة لا سالفة. يعني ما أدري أني شلون أتأقلم ويا هيك عالم، بس هو سبحان الله كل من ياخذ نصيبه. انت ما انظر حبك والباقين كلنا وشاله. بارحة كيكاتي كاتبيلي ترى على لون شعرك الغامق حيل حلو. يعني ما أدري، أول مرة أتخيلكم تحبون الغامق علي، معقولة؟ ما أدري. شوفوا لايقلي، أنا أشوفه مبيضني بصراحة، وأنا ما صبغته بس الجذر شوية غمقته، وما أدري أحسه صار حلو صح؟ يعني ولو أنا ستايل وجهي هيجي روسي لوك للشقارات، بس إنه نغير شوية حلو، يعني نروح صوب الوجوه الشرقية والملامح العربية البحت، قلت أغير اللون أسوي أسود. شنو رأيك أبو ناي؟ ما أريد رأيك، شكرا، ماكو داعي أصلا، أنا ما انظر على قولته. بوتن وين؟ شو اخبارك؟ الروسيا واكو. ليش بين الروسيات احلى مني؟ لا عمري انت لا اقولش عجبي عن الصبح. هو قاعد من النوم، يعني ما يحب يجامل.